شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فهمك؟ قوميته السكت أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس. إذن تمم الوصل وجكر القول أي وصل آخر الأنفال بأول التوبة، وكل ذلك من غير إتيان بالبسملة. ويجكر سكت الأنفال التوبة قلنا فسنجد التتين الناي عبد بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هكذا التطبيق: إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ويما يأتي المنتقى إذا قليل فصل يتتوني. أعيد وأتكرر. أولا القطع سن للقنبل فوق. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. قدمت قطع. أما دمهم بالوصل جكين الغلفو. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فصل تمام. الوجه الثالث هو السكت. إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فهمك؟ إذن الإمام الشافعي وشاهد الشاطبي هكذا يقول: ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. شريف أليس كذلك؟ بالسيف. الشاطبية ومهما تصلها شريف أو بدأت براءة. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها. السيف هو يسمى سورة الأنفال بالسيف. بالسيف لست مبسملا. فهمتم؟ لست مبسملا. ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. شريف هكذا كتب هنالك؟ نعم. إذن وبيكدي كجوكين الأمو كهاو جداو كجوكين الأحق بالتوبة أنفالهم. ومهما تصلها أو بدأت براءة ما أفقتك هذا وهو هذا براءتك قل لا يا ولد بسم الله الرحمن الرحيم كانت بسم الله الرحمن الرحيم لتنزيلها بالسيف لست مبسملا. سبهن فيهن بسم الله الرحمن الرحيم سبو جوب تمام ونقول كيف بدي كافة لتنزيلها بالسيف. نزل السورة مع السيف. الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الكافرين. يجاهد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد المنافقين جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. بس يبقى آية جدتهم آية جدتني
فاهمك نيان سبب ونو لتنزيل بسم سبب في واوتا بمعنى يول مينه اكافا واوتا يعني واوتا فتوده واوتا يعني سبب لندن فاهمك لتنزيل بالسيف لست مسلما فاهمك اذا وقال وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموا هدية وتحملا ووصلك بين السورتين فصاحة وسكتا كل جلايا وحصلا ولا نص كلا حب وجه ذكرته وفيها خلاف جيد وواضح الطلا وسكتهم المختار دون تنفس وبعضهم في الأربع شهور بسملا لهم دون نص وهو فيهن ساكت لهمزة فخر وليس مخجلا ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسيف لست مسملا ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها سوى سورة التوبة ولا بد منها ولا بد منها في ابتدائك سورة استيد جنب الفقار جبت يجب عليك بأن تأتي البسمة ولا بد منها ويندم ولا بد منها في ابتدائك سورة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها بمعنى سوى سورة التوبة ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء خير من تلا جنجي ويدنا وفي الأجزاء خير من تلا جوني بي سيافقته هوري كبتهم هذا نقل أدول بسم الله الرحمن الرحيم هذا سنت لبقى لا تام طيب هو الحمد لله إذن ولا بد يجب عليك إذا أردت أن تقرأ بداية أي سورة إلا بداية التوبة يطلب منك بأن تأتي بالبسملة هذا واجب كثير من الناس يخطئون في هذا تراهم لا يأتون بالبسملة هذا مشكلة كبيرة لا يجوز أبدا لا يجوز لو بتاخذ وانت جدان بسم الله الرحمن الرحيم سواء أنت في صلاتك أو في أي شيء إذا أردت أن تقرأ بداية السورة يجب عليك بأن تأتي بالبسملة هذا لازم عليك على كل قارئ ولذلك ترى بعض المتسابقين الذي ينقص درجاتهم في المسابقة حينما يطالبون بأن تقرأ بداية السورة يتركون البسملة يحاسبون عليهم درجة كاملة أو يفتحون عليهم إذن هذا لا يجوز أبدا قال الشاطبي ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها بمعنى سوى إيه؟ سوى سورة التوبة سوى سورة التوبة وفي الأجزاء خير من تلا أو خير أما وسط السور إيه؟ في الأجزاء أو في الأرباع أو في النصف وأنت مخير إن شئت تأتي إيه؟ بالبسملة وإن شئت لا تدخل البسملة أنت مخير إيه؟ وقال ولا بد منها في سواء وفي الأجزاء خير من تلا إيه؟ ومهما تصلها مع أواخر سورة فلا تقفن الدهر فيها ومهما تصلها مهما أنت وصلت بين السورة بالسورة إيه؟ فلا تقفن الدهر فيها فتدخل لا تصل آخر السورة مع البسملة لا تصل ممنوع لا تصل بين آخر السورة لا تصل آخر السورة مع البسملة وتقف وهذا ممنوع شرعا إيه؟ لأنك إذا قرأت هذا الوجه كأنك أضفت البسملة بماذا؟ بآخر السورة مع أن البسملة جعل لأوائل السور ليس لأواخر السور وهذا ممنوع إذا فهكذا واضح ولذلك الشاطبية لا بد صاحب القرآن الذي يريد أن يوجد القرآن لا بد يكون معه الشاطبية انظروا كل ما أخذناه رجعنا في الشاطبية ولذلك إذا حفظت الشاطبية يسهل لك كل شيء أحكام التجويد ومخارجه وصفاته كل ما يتعلق في القرآن موجود في الشاطبية وهذا شامل يشمل كل شيء
يقول الإمام الشاطبي رحمه الله وقال يستنبط في أبياته في الشاطبية 12 علما، يستنبط في هذا الكتاب في الشاطبي 12 علما. قال بسبويد يكتب بين الفرق، ترى التوحيد فيه وترى الفقه وترى يعني التاريخ وكذلك كل شيء، يعني هذه الفنون كله ترى 12 علما 12 علما. قال بسبويد يكتب بين الفرق، وفي النحو يسمع كل شيء. وأقول لكم أيضا الذي يريد أن يتعمق في علم القراءات لابد يكون ماهرا في النحو، وإلا فلا يمكن. لابد إذا أردت أن تتعمق في علم القراءات يجب عليك بأن تتعمق في علم النحو، وإلا لا يمكن، لأن هذه القراءات معلق بالنحو، القراءات معلق بالنحو، معلق بالنحو. لذلك إذا نحاول نيومدي كلمة نحو وكلمة زيادة. إذا نتوقف هنا ثم نصلي وعندنا جلسة، وبارك الله فيكم. على عين فهمتم هذا؟ في ملاحظة استدراك بسيط اللي أوتيكم. شوف أمر بسيط جدا شريف بالسيف. اسمعوا الاستعاذة، هناك حكم الاستعاذة، وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول سورة فيه 4 أوجه. وصل الاستعاذة مع البسملة مع أول سورة فيه كم؟ 4 أوجه. 4 أوجه. خذ هذا قطع الجميع، ثم نفس قطع الجميع. كتبنا هذا. لا قطع الجميع ووصل الجميع. لا أنت ما فهمت. الاستعاذة والبسملة مع أول سورة لا بد تفرق، لا تخلط هذا الأمر. وصلنا اليوم ده وجود نقول أبي قال بسم الله الرحمن الرحيم الفطور تيوك يوم وكفصل جنيه. أولا قطع الجميع كسرني نقول فق بمعنى قطع الاستعاذة عن البسملة، وقطع البسملة بأول السورة. التطبيق هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الأول، هذا قطع الجميع. الوجه الثاني وصل الجميع. السلام عليكم. وعليكم السلام. سلموا توليمو، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نالاتم وقد أسمعنا كنت مكة من تبي عامل كمي وأوان زماننا كنت مكة no هذه بيروين من وين كل من وأهل هند كل no كل من نقول عني كل بيت أوكي أبو بسيط. إذا أوكي إذا وصل الجميع هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فهمك؟ أما الوجه الثالث قطع الأول عن الثاني، ووصل الثاني بالثالث. هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الوجه الرابع والأخير وصل الأول عن الثاني، وفصل الثاني بالثالث. التطبيق هكذا:
أعوذ بالله من الشيطان. فصل الأول عن الثاني وفصل الثاني بالثالث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إذا قد فصل الاستعاذة مع البسملة مع أول السورة. أكرر مرة واحدة. وفصل جناي وودي سأوج النطر جنگا بسم الله الرحمن الرحيم جنگا فضل جوتي parce que ko amma di do jango wonata mun ka ko amma hakko de di do wonata o janga dal ko on ka ojunna go ka a ojunno to ko ma ko fudal jotte ngol ma ko hakko de ma gol ka ma e way gongo wonata e gongo ko di do façon ji bi mana nay wodi si tay woni a ojunno to woni fudal bismillah yon fudode jotte ngol hakata tatbiq اولا قطع الجميع وسن اللي يقول فط سن الى فوق التطبيق هكذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ذلك الكتاب لا ريب. دون هاك فارداو ياسف توني على نوم بمعنى ديمون يقولون قطع الجميع سن المفقم. اما دي فصل ديمون كو فصل الجميع وصل الجميع وجوكي للقول فقم جوكي لا اوجنا غونغول بسم الله يوم فودو جوكي يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. إذا فصل دمون تايت أفن فصل تمون كو سن للقل أوجنا غونغول بسم الله الرحمن الرحيم جوكي بسم الله الرحمن الرحيم ودي جوكي غونغول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. فصل نايبون إسكتون كجوكي ليقول أوجبنا قنقل بسم الله الرحمن الرحيم سن لا بسم الله الرحمن الرحيم كلمة توده التطبيق هكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام